بسم الله الرحمن الرحيم. العنوان: كابتن أمريكا، عالم جديد شجاع كل ما تحتاج معرفته عن الفيلم المنتظر. مرحبا بكم في قناة مستر سلطان. النهاردة هنتكلم عن فيلم مارفل المرتقبة بطريقة عالم جديد شجاع، فيلم مليان مفاجآت وأحداث مشوقة. هنستعرض معاكم قصة الفيلم، أبطاله، والتوقعات المثيرة قبل عرضه. لو كنت من عشاق عالم مارفل الفيديو ده ليك. أولاً، قصة الفيلم. بعد أحداث مسلسل الصقر والجندي الشتوي، سام ويلسون اللي بيلعب دور المبدع أنتوني ماكي بيكون استلم رسمياً درع كابتن أمريكا. لكن الحياة كابتن مش سهلة، خصوصاً لما يواجه تهديد دولي ضخم بيهدد الأمن العالمي. سام مش بس بيحاول يحافظ على السلام، لكنه كمان بيكتشف مؤامرة شريرة بتحاك من وراء الكواليس. الفيلم هيكون مليان أكشن وسياسة زي الأفلام اللي شفناها قبل كده في سلسلة كابتن أمريكا، وده بيخلي الأحداث أكثر تعقيداً وتشويقاً. ثانياً، فريق التمثيل القوي. أنتوني ماكي بيعود بدور سام ويلسون أو كابتن أمريكا الجديد، وده أول فيلم سينمائي له بالشخصية بعد المسلسل الشهير. هاريسون فورد الأسطورة السينمائية بيظهر لأول مرة في عالم مارفل بشخصية ثاديوس روس اللي أصبح رئيس الولايات المتحدة في هذا الفيلم. وجود هاريسون فورد لوحده يعتبر إضافة ضخمة للفيلم. كمان هنشوف عودة ليف تايلر بدور بيتي روس بعد غياب طويل من فيلم The Incredible Hulk سنة 2008. ومعنا كمان جيان كارلو إسبوسيتو اللي مشهور بأدواره الشريرة في أعمال زي Breaking Bad، وتيم بلايك نيلسون بشخصية القائد الليدر اللي كان ليه دور صغير في فيلم The Incredible Hulk. ثالثاً، خلف الكواليس والإنتاج. الفيلم من إخراج جوليوس أوناه اللي بيحاول يقدم رؤية جديدة لشخصية كابتن أمريكا بعد انتقال الدرع من ستيف روجرز. السيناريو من كتابة مالكوم سبيلمان اللي كان وراء نجاح مسلسل الصقر والجندي الشتوي. التصوير تم في مواقع متنوعة مع مشاهد أكشن ضخمة وتصميم معارك مذهل، متوقع أنه يخطف الأنظار. رابعاً، تاريخ العرض. الفيلم متوقع ينزل يوم 14 من فبراير عام 2025، يعني أكشن بدل البرود في عيد الحب. خامساً، التوقعات والتحليلات. هل سام ويلسون هيقدر يثبت إنه كابتن أمريكا يستحق الثقة؟ هل هيكون الفيلم بنفس قوة أفلام ستيف روجرز؟ وهل هاريسون فورد هيكون له دور كبير في الأحداث؟ هل يستحق الانتظار؟ بصراحة كل الإشارات بتقول إن الفيلم هيكون نقلة قوية لشخصية كابتن أمريكا وعالم مارفل بشكل عام. قولوا لنا رأيكم في التعليقات.